الناس بتستغرب ان اسرائيل عارفة كل حاجة عن حزب الله، عارفة الاماكن اللي بيجتمعوا فيها، عارفة الاماكن اللي بيترددوا عليها، عارفة اماكن الاجتماعات اللي بيحضروها القادة بتاعة حزب الله. السر هنا موجود في تفجير اجهزة البشر. تفجير اجهزة البشر دي معناها ان اسرائيل كانت مخترقة الاجهزة دي من فترة طويلة جدا، واكبر دليل ان هم كانوا بيعرفوا كل حاجة. يعني اي فرد من افراد حزب الله كان مدخل اسرائيل جوه بيته، جوه اجتماعاته. معلش، هو شايل الجهاز فين؟ في جيبه، بيتنقل بيه. معنى كده ان هم كانوا سامعين كل حاجه، كل حاجه بتتقال في جميع كل الاجتماعات كانوا سامعينها، بدليل ان دايما كانوا بيضربوا لهم القواعد قبل اي عمليه تقوم بها حزب الله ضد اسرائيل. وده شفناه في الفتره الاخيره من اسرائيل ضد حزب الله. كل عمليه عملتها اسرائيل ضد حزب الله كانت بتستبق عمليه حزب الله كان يعملها في اسرائيل. والدليل على الكلام ده عمليات الاغتيال اللي قامت بيها اسرائيل ضد حزب الله. صفت جميع كل القادة بتاعت حزب الله، كانوا كل يوم بيصبحوا ويمسوا عليهم باغتيال شخصية كبيرة منهم، وكانوا بيعرفوا مكان كل واحد فيهم ويغتالوه. وده كان واضح جدا في عملية اغتيال حسن نصر الله.